السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كده عند طيورنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده البط المسكوفي الخليط بتاعنا، ما شاء الله عليهم كبروا وفردوا. من أهم الحاجات اللي تخلي البط يفرد ويكبر معاكي انك تكبري له المكان. يعني دفعه البط دي انا حاليا سايباها بتجري في المكان كله عندي، بس ما بتروحش عنده الطيور الكبيره. الطيور الكبيره كلها الفراخ والحمام والطيور التانية البط محبسه عليهم، كل نوع محبسه عليه بباب كده. لما دول بقى سايباهم يجروا في المكان كله، في الطرقه الواسعه بره، في الصاله التانية. فبالتالي ما شاء الله عليهم هتلاقيهم يفردوا معاكي بسرعة. هما طبعا بدأوا في مرحلة التريش. أهم حاجة في المرحلة دي عشان البط يعدي معاكي المرحلة بأمان، لازم ولا بد ان حضرتك توسعي لهم المكان وتهتمي بالخلطة بتاعتهم، وهاتيلهم كيس أملاح معدنية وكالسيوم ونسبة خضار. تهيألي المسألة مش صعبة يا جماعة. الناس اللي قالت لي حابين نضيف بطاطا مع الأكل أو نضيف اي حاجة تانية، ماشي عادي، بينفع كويس وزي الفل، كويسة ليهم طالما ما منعتيش العلف. لو جيت اشيل بطة من دي ما شاء الله هتلاقوا البطة نفسها تقيلة، تعرفي ان البطة بتاعتك ماشية كويس في مراحلها الطبيعية، ما خفتش في الوزن ولا حاجة. هنا الخلطة بتاع الاكل بتاعتهم اهي زي ما احنا شايفينها. الخلطة دي باكل منها كل الطيور. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو. لو مش مشتركين في القناة هكون سعيدة جدا باشتراككم وانضمامكم معايا. طيب، لو لاحظنا ان في بطة عينها بتوجعها شوية بسيطة، زي البطة اللي هناك دي كده اهي، تشوفوها تقولوا عينها ملتهبة سنة كده بسيطة او مدمعة، دي عادي ما تقلقيش، هي كده كده هتروح لوحدها. هتروح لوحدها. ده بس من ايه؟ من علو درجة الحرارة. كان احنا كبشر مش مستحملين درجة الحرارة، فبالكوا الطيور. دي حاجة. الحاجة التانية، المكان اللي هم فيه اهو في نسبة شمس بس بسيطة، يدوب شريط كده شمس، انما المكان كله والمكان اللي جوه الباقي كله جوه ظل. انا هنا غيرت لهم المية كلها نظيفة وزي الفل، وكبرت لهم معاية المية اهيت علشان يفضلوا يشربوا منها طول النهار براحتهم. يا ريت لايكات كتير جدا جدا لو بالفعل بتستفادوا من الفيديوهات اللي بقدمها لحضراتكم. الخلطة دي بقى باكل منها كل الطيور. طب انا سألت، انا مش قادر اكل المشاهد البط هو عمره مثلا شهر، ما عدتش قادر اكل علف صافي، هعمل ايه يا جماعة؟ تعملي خلطة عادي زي ما انت عايزة. ده مش هيأثر عليهم، لا مش هيأثر عليهم. اهم حاجة ما تمنعيش العلف اهي. شايفين الخلطة اهي، عبارة عن كسر عيش، عبارة عن علف 21%، عبارة عن دش أصفر، عبارة عن ذرة عويجة، عبارة عن كسر فول. ودي ايه بقى؟ ده بواقي رز. بواقي رز من أكل الأولاد اهو، بواقي رز. يعني في 3-4 معالق رز كده ولا حاجة، فاضوا من الأولاد، فخلاص بخلطهم للطيور مع الأكل. ما عندناش حاجة بتخسر اهو. البط بياكلها وبيبقى مبسوط. انا اصلا عامله لهم الخلطه ديت بقالهم، بقالي اسبوع تقريبا باكل الخلطه ديت. انا بس هنا حابه كده اوريكم ان البط كله ما شاء الله واقف على رجله، مفيش كساح، مفيش عرج لا قدر الله، الحمد لله مفيش موت مفاجئ. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. والله يا جماعه البط ده المناعه بتاعته ما شاء الله ما شاء الله فوق الممتازه. بس اعرفي ربيه صح ازاي. ما تجيبيش طيور غريبه تدخليها على الطيور اللي عندك. ما تسيبهوش وتأهملي فيه وتسيبيه في الشمس. ما تعطشيهوش البط، روحوا الميه ما تعطشيهوش. بس البط مش محتاج معاكي اكتر من كده. البط بيكبر معاكم اهو وزي الفل. الدفعه ديت الغالب بتاعها نوتي على فكره. الدفعه دي الغالب بتاعها نوتي مش ذكورة. هم زي ما احنا شايفينهم ما شاء الله عليهم، ربنا يكرمنا فيهم. مفيش ولا بطه عندها كساح ولا بطه عندها عرج ولا اي حاجه خالص. يعني كونك وصلتي لعمر الشهر او شهر وكام يوم والبطه واقفه على رجلها كده على ارض صلبه كده، هم بس خايفين مني. بس انا قصدي ان انا اعمل كده عشان اوريكم ان البط كله واقف على رجله. كونه يوصل للعمر ده في الحر ده والجو ده، وما شاء الله البطه كويسه ووزنها تقيل وما عندهاش كساح وما عندهاش عرق، دي حاجه كويسه جدا. تعالوا بقى اما اوريكم البط التاني. دول دفعه البط التانية دي متربيه بقى. الدفعه دي ركزوا معايا، الدفعه دي تعتبر واخده الحر يعني الصح. الدفعه الاكبر اللي هوريها لكم دلوقتي تعتبر الحمد لله نفدت من الحر شويه. دي اللي واخده الحر الصح. الحر هنا اثر عليها في ايه؟ عشان تكونوا عارفين ان الحر اخره بيعمل في البط ايه؟ ما بيموتش البط.
وحتى لو في اسهالات برضو ما بتموتش البط لو لاحظتيها من البدايه. البط ما شاء الله حجمه هو زي ما انتم شايفينه محتفظ بالحجم بتاعه. فيهم بقى كام بطه، كام بطه دول اساسا كان حجم البيضه بتاعتهم صغير، فشيء طبيعي هيكون حجمهم صغير. تاني حاجه وقعوا ريش خالص، فبالتالي برضو هتشوفوهم هتقولوا ده متاثرين شويه، ده شيء طبيعي. اهي بطه سودا هناك اهي، وبطه هناك اهي، انما الباقي بقى شايفينه اهو محتفظ بالحجم بتاعه وبدا يقفل ريش. ده اللي كان موقع ريش كله اهو ما شاء الله. شوفوا يعني الدكر حجمه عامل ازاي، شوفوا النتايه اللي جنبه، شوفوا الدكر اللي جنبه ما شاء الله كويسين وزي الفل، ما فيش اي حاجه. بدا ان هم هنا يشربوا، بداوا ان هم عملت لهم الخلطه اهي، نفس الخلطه اللي انا باكل منها البط الصغير اللي شفتوه معايا اهي، باكل منها الكبار ما شاء الله. الخلطه دي بتكفيهم كده وبياكلوا وبيشبعوا منها. انا بهتم بالطيور يا جماعه والله. هنا ده البط اهو مقفل ريش، هذا ذكر اهو مقفل ريش تماما ما شاء الله، بس لسه كل مدى بيعلى معانا. ده برضو ذكر من اللي كانوا موقعين ريش اهو، ده اللي جه مجنح. فاكرين لما قلت لكم هيبقى في 2 أو 3 مجنحين لما وقعوا ريش، بس اهو بدا كسر ريش زي ما احنا شايفينه الحمد لله. طيب تعتبر البطه الوحيده اللي جالها زي تقزم هي البطه دي، البطه دي. وفي بطه تانية يا ربي اهي، في بطه تانية اهي جالها تقزم بس مش قوي يعني. بس دي انا كنت فقدت الامل فيها اصلا، دي كانت نشفت جدا، كانت الوحيده من ضمن البط اللي نشفت جدا، وكان عندها برضو اسهال مزمن. كان بقيه البط كان جاله دور اسهال بس مش بدرجه عاليه قوي. فالمهم بدات الحقه بالبرشام البشري ما شاء الله عليه، ظبط الدنيا معايا والفضلات بتاعتهم بدات متماسكه. انا بس مش عايزه اوريكم شكل الفضلات والله، بس يعني شايفين الفضلات بتاعته، عذرا طبعا على المنظر، الفضلات متماسكه يا جماعه. لازم تشوفوا الوضع ده عنده طيورك. فالحمد لله البطه اللي جالها تقزم، البطه اللي جالها تقزم ديت يعني لو بطه او 2 عندك جالهم تقزم ما تقلقيش. في تقزم بيفرد بعد شويه وفي تقزم ما بيفردش، عشان نكون واضحين وصراحه مع بعض. يعني من الدفعه دي كلها اهي ما شاء الله تلاقي بطه او 2 جالهم زي تقزم كده ووقف نمو شويه. بس عندي ما بتبتدي تاكل وتسحب اكل، لان لما بيجي لها تقزم بتكون بطلت تاكل، بيكون عندها اسهال مزمن، بتكون وقعت ريش تماما. ال3 حاجات دول مع بعض بيجيب لها تقزم. طيب لو هي لحقت نفسها ولحقتيها ببرشام، بقيت اديلها برشام في بقها ما شاء الله الاسهال بيتمنع. بعد كده بتبدا الشاة تتفتح وتبدا تاكل، بعد كده بتبدا تريش اهي زي ما احنا شايفين. يعني اخواتها ريشهم اهمت وهي لسه اهو، بس هي بتبتدي كده. جيت اشيلها لقيتها ما شاء الله تقلت عن الاول معايا وبدات تاكل معايا، فخلاص كده الحمد لله مشكلتها ايه اتحلت. مش هتجيب وزن عالي زي بقيه اخواتها بس عادي ما فيش مشكله. المهم ان هي ايه لا قدر الله ما ماتتش، كويسه وزي الفل. دي المشكله الوحيده اللي ممكن تواجهك في الصيف. في الشتاء عشان نكون واضحين مع بعض البط ما بيتعرضش لكل الكلام ده في الشتاء بصراحة. يعني البط بيحب الشتاء وبيحب المية وبيحب العكعكة والكلام ده. بس اهم حاجة في البط في الشتاء انك تحضنيه اول اسبوع او 10 ايام كويس علشان البرد وما يموتش من قلة الدفى. بعد كده هو بيكبر وبيربي نفسه بنفسه. طبعا بنضف المكان لما المكان يكون محتاج معايا نظافه، بقوم ماسكه الارضيه دي كلها منضفاها كده، كان سامن على وش رشها شويه نشاره مستعمله، رشها طبقين 3 جير مطفي وبتكفيهم لحد 10 12 يوم على ما افكر ان انا انضفها تاني. حبيت ان انا اوريكم دفعه البط دي عشان انا قصدي ان انا اوريكم ال3 دفع ونتكلم فيه المشاكل بتاع البط دي اللي بتواجهه. في حاجه عايزه اوريكم بقى البط اللي هو الاكبر، الدفعه اللي قبل دي على طول هوريها لكم برده. يعني لو لقيتي بطه زي دي كده موقعه ريش او رفيعه ما تزعليش، هي كده كده هتتقل وهتقفل ريش وهتبقى كويسه. اهي طبعا الدفعه دي بقى اللي كانت متربيه في اول الصيف، بس ما كانش الجو لسه صيف قوي بالطريقه ديت وكده، وكبرت معايا لحد ما حاليا عمرها تقريبا 5 شهور دلوقتي، لان انا ذبحت منهم بقيه الدفعه على عمر 4 شهور زي ما صورت معاكم، والباقي ده قلت هسيبه ان ربنا يكرمني منه ويبدا يبيض. طيب الحمد لله اهو شايفين شكلهم وشايفين حجمهم. يعني دي برضو كانت تربيه الصيف وقفلت وكان فيهم بط موقع ريش اياميها ووريته لكم. ولما قفل ريش ما عدتوش تعرفي تميزيه ليه، لانه حجمه رجع زي ما كان. فرد زيه زي بقيه البط اللي موقعش ريش والريش ظبط اهو. يعني البطه دي كانت موقعه ريش والله العظيم، وهي لما قفلت ريش تعرفي تميزيها من التانيه، مش هتعرفي تميزيها.
يعني دي كانت موقعه ريش اهي، اللي هناك دي ما كانتش موقعه ريش. طب انت عارفاهم ازاي؟ سبحان الله، مش عارفه لما البطه بتوقع ريش بتبدا تلاقيها ايه منقطه نقط بيضه كده على الريش الاسود لما بتيجي تغير ريش. فده بيكون التعامل يا جماعه مع كل دفعه، كل دفعه بيكون معاها التعامل معاها مختلف غير التانية. طبعا هم معاهم الفراخ هنا هي زي ما احنا شايفينهم، ربنا يكرمنا فيهم ويردنا منهم على خير. هم قدامهم شويه اكل اهمت، هسيبهم بقى يخلصوهم لاخر اليوم، بعدين ابقى احط لهم اكل، انما هغير لهم الميه بس. ربنا يكرمنا فيهم ويرضى خواطرنا جميعا. حبيت اتكلم معاكم في مشكله التقزم اللي عند البط، انما بتبقى بصراحه صعبه لو الدفعه كلها جالها تقزم، دي بتبقى صعبه، وصعب قوي لما بتلاقي دفعه كده. يعني صعب لما بتلاقي دفعه كده. لو البط عندك حصل له بقى كده، حضرتك لازم ولا بد تجيبي له جرعه من البيطري، اكيد عنده اسهال مزمن. يومين اتنين وهتلاقيه ظبط معاكي، هيبدا ياكل، هيبدا بعد كده واحده واحده يريش، بس هيتاخر. بدل ما كنت هتذبحيه مثلا على 4 شهور، هتذبحيه على 6 شهور، على 5 شهور ونص. وسعي له المكان بقى على قد ما تقدري. لو عندك حوش واسع قدام البيت، عندك سطح فاضي، وسعي له المكان يجري فيه براحته، وهو هيكبر وهيفرد معاكي وهيكون كويس وزي الفل. يلا اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.